بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة صوتك مسموع مع إيناس إسماعيل. ازيكم حبايبي؟ انتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت تعملوا الاشتراك في القناة بعمل كومنت ولايك وتفعيل زر الجرس ومشاركة. النهاردة هنحكي لكم عن موضوع حصل لي وأنا راكبة المواصلات. النهارده كنت راكبه مواصلات رايحه ازور واحده صاحبتي مريضه. وانا راكبه العربيه لقيت انا ما بحبش اركب عموما مواصلات خالص، لان المواصلات ما بحبش الاحتكاك بالناس. بحب يا اما اخد الكرسي كله لوحدي، لكن ما بحبش اقعد في ريح حد. المهم ركبت عربيه ميكروباص، والعربية كان فيها اتنين وانا كنت التالتة. انا ركبت ناحية الباب، وكان جوه في راجلين، وانا اللي كنت الاولانية في ريح الباب يعني وكده. وبعدين قعدت دخلت العربية، جيت ماسكة الموبايل بتاعي بتصفح فيه كده وبتفرج على فيديوهات كده. لقيت راجل كبير مسن، دقنه طويلة قوي وبسم الله ما شاء الله يعني، وشه فيه قبول وكده. لقيته جه زغدني في كتفي كده وقال لي انا عايزه اقول لك على نصيحه. قلت له اتفضل يا حاج. قال لي الفيديوهات اللي انت بتتفرجي عليها دي ممكن تتفرجي عليها في وقت تاني، بس انت دلوقتي المكان اللي انت فيه ده هيشهد عليك يوم القيامه. قلت له العربيه هتشهد عليا يوم القيامه؟ تشهد عليا ليه يوم القيامه يا حاج؟ قال لي حاولي تملي في اي مكان تروحيه تسيبي فيه اثر طيب، تسيبي فيه اثر ليكي طيب. قلت له يعني اعمل ايه يا حاج؟ قال لي سيبك من الفيديوهات ديت واذكري الله او اقري القران. قلت له ماشي يا حاج، حاضر يا حاج. جيت ماسكه الموبايل بتاعي وجيت جايبه قران على الموبايل بتاعي، وجيت قعدت اقرا فيه بس بالراحه كده من غير ما اطلع صوت وكده. لقيت الراجل بعد شويه، الراجل الكبير ده بعد شويه جه زغدني تاني في كتفي. قلت له في ايه يا حاج؟ ده حد موصيك عليا ولا ايه؟ قال لي انت ما سمحتيش الكلام ليه؟ ما تسمعيش الكلام ليه؟ قلت له ما سمعتش الكلام في ايه يا حاج؟ قال لي انت بتستهتري بالكلام ليه؟ قلت له والله ما استهترت بحاجه، في ايه يا حاج؟ قال لي انا مش قلت لك تقري قران وتستغفري ربنا؟ قلت له انا بقرا قران يا حاج. قال لي يعني مش سامع؟ قلت له وانا لازم اسمعك يا حاج؟ هو انا لازم لما اذكر الله اسمعك؟ هو انا لازم لما اقرا في القران اسمعك؟ انا بقرا مع نفسي يا حاج. وبعدين قال لي انا فكرتك استهترتي بكلامي وكده. قلت له ليه يا حاج؟ انت بتاخد حسنات يا حاج على الكلام اللي انت بتقوله ده، وكتر خيرك. وبعدين قال لي هو انت رايحه فين؟ قلت له انت بتعمل الحركه دي يا حاج عشان تتكلم معايا؟ انت بتتحرش بيا يا حاج. قال لي لا والله يا بنتي، انا قلت انت في طريقي اوصلك، لان انت شكلك ما اول مره تروحي تزوري وكده. انت رايحه تزوري مين؟ قلت له بص يا حاج، انا رايحه ازور ومعايا 70، معايا جيش. قال لي جيش؟ فين الجيش ده؟ قلت له انا معايا 70,000 ملك. احسن لك يا حاج ابعد عني. قال لي انت رايحه تزور مريض؟ قلت له ايوه يا حاج. ابعد بقى عني يا حاج، ايه واسكت بقى والنبي، عشان انت خضتني في المرتين دولت. جه الشيخ ده ضاحك خالص، ولقيته قاعد يدعي لي من اول ما ركبت العربيه لغايه ما وصلت الطريق، وهو بيدعي لي والناس اللي في العربيه بتامن على دعائه. بعدين قلت له ربنا يخليك يا حاج وشكرا على الدعوه دي. قال لي يا بنتي والله العظيم انت من اول ما ركبت العربيه وانت وشك بيضحك لوحده، عشان كده انا قلت اخد فيكي شويه حسنات. فكرتك من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات تحت اليوتيوب والحاجات دي وكده، قلت تاخد شويه حسنات وكده هوت، لان لقيت في وشك بسم الله ما شاء الله قبول وكده. قلت له ربنا يبارك فيك يا حاج. قلت له يا حاج انت علمتني حاجه، ان الواحد تملي لازم يعمل باللي يقوله له اللي اكبر منه طالما بيعمله في الخير. وحضرتك علمتني ان تملي الواحد لازم يسيب اثر طيب في اي مكان يروح، لان انت قلت لي ان الاماكن هتشهد علينا يوم القيامه، وان اي حته هنروحها هتشهد علينا يوم القيامه. يعني الطريق ده انا مش ممكن امشي فيه تاني، يا عالم همشي فيه تاني ولا لا؟ انا مش ضامنه حياتي الدقيقه دي، عشان كده لازم اسيب اثر طيب في اي حته اروحها. شكرا يا حاج على النصيحه الغاليه دي. و... والحمد لله يعني الحاج ده كان بيدعي لي طول الطريق. ربنا يبارك فيه يا رب ويجعله في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.